حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب الفيديوهات اللي انا عملتها لكم الايام اللي فاتت تكون عجبتكم واكون عند حسن ظنكم بيا وتكون فيديوهاتي بتعجبكم. انا بحب تعليقاتكم قوي قوي قوي، وده اللي بيحمسني ان انا اعمل فيديوهات كمان وكمان. كل ما بلاقي حبايبي بيزيدوا وبيعلقوا لي تعليقات حلوه، كلكم على راسي وكلكم فوق دماغي من فوق. وطبعا بقى مع بداية الفيديو مش عايزين ننسى ان احنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات، عشان زي ما انتوا عارفين ان ده اكتر كومنت فعلا بيعجبني واكتر كومنت بيريحني نفسيا، واديني بكسب حسنات وانتوا كمان بتكسبوا حسنات. ادينا النهارده جايين بفيديو جديد. هنعمل مع بعض الغدا النهارده، ويا رب الفيديو ده كمان يعجبكم، ويا رب طريقة الفيديو دي كمان تعجبكم يا رب. هستنى تعليقاتكم كلكم وهستنى رأيكم كلكم. هنعمل النهارده فراخ وهنعمل ملوخية وهنعمل رز عادي، أكلة يعني سريعة كده يعني مفيهاش افتكاسات كتير. وانا عارفة ان كل بيوتنا المصرية بتعمل فراخ ورز وملوخية، بس انا قلت اشارككم يومي النهاردة. هنا بقى معانا الفرخة، انا طبعا غسلاها بس لسه هقطعها، بس قلت اوريها لكم الاول. معانا طماطمايه ومعانا بصلايه، دول هبشرهم، ويعني هروح اقطع الفرخه وابشر دول وهرجع لكم وانا بتبل الطماطم والبصل واحنا بنتبل الفراخ مع بعض. انا بحب اتبل الفراخ قبل، يعني قبل ما اسلقها بحب اتبلها شويه بالبصل والطماطم، يعني عشان تدي طعم حلو للشوربه وللفرخه نفسها. طريقه بتبقى حلوه يعني، لو محدش بيعملها اعتمدوها صدقوني هتعجبكم جدا. فهروح اقطع الفرخه وارجع لكم. ورجعت لكم اهو. انا قطعت الفرخه، الصدر لقيته كبير فقطعت الصدر على ايه، على نصين، بس الورك سبته زي ما هو. هنغسلها مع بعض غسله كويسه. وقبل طبعا خطوه الليمون قبل خطوه البصل، معلش انا اسفه، قبل خطوه البصل والطماطم اللي هما المتبلين هنعصر ليمونه، عشان برضو ايه الليمونه بتضيع اي زفاره او اي حاجه. بصوا معانا هنا ايه، ليمونه. الليمونه دي بتضيع اي زفره في الفراخ، عشان لو في اي زفره تضيعها. كده كده البصل والطماطم والبهارات اللي احنا هنحطها في الشوربه هتضيع كده كده، بس الليمونه دي بتفرق في اي اكل، اي اكل بالذات الفراخ السمك الكلام ده، الليمون بيفرق في اي حاجه. هنا هنعصر الليمونه وهنسيب الليمون على الفراخ يعني ايه شويه، يجي 5 دقايق كده، لغايه بس ما اروح انضف البصل والطماطم وابشره. وهرجع لكم تاني مع يعني وانا بقى ايه، وانا بحط بقى التوابل على البصل والطماطم. هنا زي ما انتم شايفين عصرنا الليمون وهنسيبه ايه على الفراخ لغايه بس لما ابشر الطماطم والبصل وارجع لكم تاني. يلا بصوا هنا بشرت البصل بشرت الطماطم. هنحط بقى ايه شويه فلفل اسود، احنا مش هنكتر في البهارات قوي عشان لسه هنحطه في الشوربه. هنا شويه بابريكا، وده شويه بهارات كده. حطينا فلفل اسود وبهارات وبابريكا، وهنحط سن الثوم بودر حلو برضو بيدي طعم حلو، وهنحط سنة ملح عشان يعني اللحم نفسه يبقى ايه متملح معانا، مش هنكتر برضو لان لسه هنحط ايه في الشوربه. وايه انا غاسله ايدي على فكره يا جماعه، عشان بس ايه محدش يقول لي بتقلبي بايدك وكده. الشغل صدقوني احيانا بيبقى بالايد احسن بكتير يعني. فانا معاكم بطبيعتي، انا طالعه بطبيعتي. فلو برضه حد بيقرف او كده قولوا لي يا ام لولي بلاش مثلا تشتغلي بايدك، هاتي قلفظات، هاتي مثلا بالمعلقه، بس صدقوني كده اريح يعني. ثواني هجيب طبق. انا كده كده ايه هرجعها في الحله تاني، بس عشان اتبل كل ايه حته لوحدها كده، بتبلها كده وفي قلب الجلد من جوه.
عشان اللحم نفسه يتبل ويبقى طعمه مسكر كده وجميل. صدقوني لو عملتوها بالطريقة دي هتاكلوا فراخ، كلتوها بقى محمرة، كلتوها مسلوقة، دخلتوها الفرن بشوية صلصة، صدقوني هتفرق معاكم في الطعم جامد قوي. بصوا في الصدر كده، بحط في قلب الصدر من جوه وهنا كده. ماشي يا جماعه، البصل مبهدلني والله. يا رب بقى الغدا بتاع النهارده يعجبكم، هستنى رايكم كلكم، ولسه بقى هوريكم وانا بسلقها. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. بصوا هنا بقى بقيت البصل والطماطم اهو عليها، وهسيبها يشوي. طبعا دي بقيت البصلايه اللي انا بشرتها دي هسقطها في الشوربه برضو، بتدي ايه طعم، حرام عشان ما تترميش. يلا هروح بقى ايه، هسيبها تتبل مثلا ربع ساعه، يعني المفروض تقعد لها ساعه ساعتين، بس انا عشان ما عنديش وقت هسيبها ايه ربع ساعه كده، واحط الميه بتاعتها على النار وارجع لكم وانا بسلقها. استنوني. ورجعت لكم تاني بقى عشان ايه نسلق الفراخ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم نسمي بالله واحنا بنعمل اي اكله، لان بيخلي ايه الذكر لله كده، بيخلي الاكل طعمه حلو وليه طعم كده. بسم الله. دي طبعا البصله اللي قلت لكم عليها. بصوا ثواني وهرجع لكم، واقلل بس من الميه وارجع لكم تاني. بصوا انا قللت من الميه عشان كانت كتيره، وعشان البوتاجاز ايه ما يتبهدلش، لان هي طبعا لسه هتغلي. نجيب بقى التوابل بتاعتنا. دي طبعا 7 بهارات مشكله يعني، برضو ايه مش هنكتر لان احنا حاطين في البصل. وهنا هنحط بابريكا، فلفل اسود. اساسي الفلفل الاسود ده في اي اكله هو الباشا بتاع الاكل. وهنا بقى ايه حبهان، بحب افتحه كده عشان يدي ايه الطعم بتاعه. بصوا لما بيتفتح كده بيدي ايه الطعم بتاعه. كام واحدة كده تدي طعم. ونفس الحكاية برضو في الورق اللي هو الورق اللورا ده، برضو بيدي طعم حلو اوي للشوربة. كل الكلام ده البهارات بتاعتنا كده، كل ما نحط حاجات حلوة تدي طعم ونكهة للشوربة جميلة. اساسي بقى نجيب ماجي، نحط مكعبين ماجي. ولو في فورية برضو بيبقى حلو، اي نوع ماجي بقى عندك، يعني بالخضار باللحمة بالفراخ، فورية اي حاجة. انا بقى ندي تقريبا للفراخ بتاعتنا عشان ايه التوابل كلها تنزل في الشوربة، وهسيبها بقى مع نفسها شوية وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا كنت قايله لكم هنعمل ملوخيه ورز، بس الصراحه بقى وانا بسلق الفراخ كده
جه على بالي نعمل شويه فته. فهنا بقى ايه، هنعمل الصلصه بتاعت الفته مع بعضينا. هنا حطيت حته زبده وحطيت شويه زيت، وهجيب توم واحط ايه شويه توم كده، انا كنت عاملاه حاطاه في الفريزر، بيطلع يا دوبك ان انا ايه اخد منه حته كده وارجعه الفريزر تاني. بصوا هنا اهو كنت فرماه بشويه فلفل احمر، بيبقى حلو كده وسهل، وعلى فكره بيبقى جميل جدا والله. هنا حطينا حته توم. قلنا بقى ايه طالما فراخ بقى وكده نعمل شويه فته حلوين كده، يا رب يعجبوكم. انا عارفه ان انا غيرت رايي يعني، بس هي بقى جت على بالي كده واحنا قاعدين يعني. هنا نحمر التومه مع بعض. هنعمل التومه وارجع لكم تاني. بصوا هنا التومه يعني ما بحبش احرقها قوي، هنحط بقى شويه خل نعمل الطشه بتاعتها كده. يا لوي لو تشموا الريحه اللي انا شماها. هنا بقى نعصر ليمونه، بحب قوي مع شويه الخل احط ليمونه، بتدي تيست حلو قوي، جربوها هتعجبكم. بس انا يعني ايه ما بحبش ان انا احرق التومه قوي يعني عشان ما تتعبناش. وهنا بسيب الخل والليمون يعني نص دقيقه كده، وبعد كده بقى هننزل بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نزلنا بالطماطم اللي خلطينها. بعد كده بقى هنحط التوابل بتاعتنا. هنا بقى بنحط شوية فلفل اسود، وهنجيب شوية بهارات، هنجيب شوية الكمون الاول، نحط كمون، برضه هنحط بهارات. يا لوي لو اقول لكم ريحة الصلصة تحفة تحفة تحفة. وهنحط شوية بابريكا. كل البهارات دي والله يا جماعة بتدي طعم حلو قوي. وهنحط شوية كزبرة ناشفة برضو بتدي طعم للاكل جميل قوي. هي ما بتتحطش في كل الاكلات يعني، بس بتدي طعم في الاكل حلو. وهنا بقى ايه لما نحط بقى شوية ملح، ولما تغلي هوريها لكم. وهنا طبعا الفراخ اهي معانا زي ما انتم شايفين. بصوا بتغلي وقربت ان هي تستوي، انا ملحتها وشويه وهطلعها. هنا دي الفراخ اهي بعد ما طلعتها من الشوربه ورشيت عليها شويه زيت كده، وهدخلها الفرن. يعني ايه قلت بدل ما احمرها على الزيت على البوتاجاز، لا ادخلها الفرن احسن. هبقى اوريها لكم بعد ما اطلعها. ودول طبعا بقى شويه الرز بتوعنا اهو، لا هنعملهم رز ابيض. وهنا بقى ايه ده عيش بقطعه زي ما انتم شايفين، بقطعه كده واحمره بشويه زبده وتوم وشويه توابل، بيبقى طعمه تحفه. استنى اوريكم وانا بعمله. بصوا يا حبايب قلبي، هنا بقى الصلصه وهي بتغلي. يا خرابي على الريحه، مش قادره اقول لكم جعت وانا واقفه. يا ريتكم معايا وشمين الريحه زي ما انا شماها كده. بصوا يا حبايب قلبي، هنا حطيت العيش على النار، حطيت له ايه حته زبده، واحط له شويه زيت وهشوحه شويه. بس مش هحط التوم دلوقتي عشان التوم ما يتحرقش، يعني بعد ما يتشوح شويه هنقوم ايه حاطين التوم بتاعنا. بصوا هنا كده بعد ما ايه حطيت الزيت والزبده واديت له تقليبه. بس ايه بقى التوابل والثوم مش هنحطهم دلوقتي، شويه بس ياخد تحميصه وايه، ونقوم حاطين التوابل والثوم بتاعنا. قلبي هنحط ايه حته الثوم، هتدي طعم للعيش جميل جدا. نقوم حاطين بقى ايه حته زبده كده عشان ايه الثومه ما تتحرقش معانا. هنا بقى نحط شويه فلفل اسود، وهنحط شويه بهارات. انا مهديه النار عشان الثومه ما تتحرقش. وهنحط شويه كمون وهنحط شويه ملح. وكده العيش بتاع الفته جاهز معانا. صدقوني لو عملتوه بالطريقه دي هيبقى طعمه تحفه تحفه تحفه.
هيدي اصلا طعم كده للفتة في حتة تانية. وبس كده كده العيش ايه خلص معانا. استنوني بقى واحنا ايه بنعمل الرز مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي، هنا بنعمل الرز اهو. حطينا زبدة على زيت عشان هنعمله رز ابيض يعني عشان للفتة. هنسيب بس الزبدة تسيح شوية، وهنا بقى نحط الرز بتاعنا غسلينه وسايبينه يصفي. وهنبدأ بقى ايه ان احنا ايه نشوحه شوية. نحط شوية ملح، هنا بقى نحط واحدتين حبهان بتدي طعم برضو للرز حلو قوي. هو كده كده احنا هنسقي شويه من الشوربه بتاعه الفراخ وشويه ميه مغليه. هنا هنحط ورقتين لورا برضو بيخلوا الرز الابيض في حته تانية. هنا بقى نقلبه. صدقوني جربوا اسقوا الرز بميه مغليه او شوربه مغليه، مش هيعجن معاكم خالص. يعني لما بيتسقي بميه عاديه او يعني حاجه مش سخنه بيعجن، بحسه بيعجن. لكن لما الحاجه بتكون مغليه صدقوني بتبقى حلوه يعني. هسيبكم بقى وارجع لكم وانا بسقي. هنا بقى هنسقي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا ايه شوربه، هنحط شويه شوربه عشان تدي طعم للرز بتاعنا حلو. وهنكمل بقى بشويه ميه مغليين، والشوربه طبعا عندنا سخنه. دي ميه انا غليها في الكتل، مش هنحط كتير عشان الرز بتاعنا ما يعجنش، لان طبعا كل ما بنكتر ميه الرز بتاعنا بيعجن. فكده حلو يعني، كده كفايه فاهميني. هسيبكم بقى واوريكم الرز لما ينشف. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنا الرز نشف وحطيته ايه، حطيت الصاجه تحت منه وحطيته على نار هاديه. هنخلص بقى واوريكم وانا بعمل طبق الفته الجميل بتاعنا. بصوا يا حبايب قلبي، هنا اهو خلصنا الاكل. بس قلت بقى عشان ما اطولش عليكم اجهز واغرف الاطباق واوريها لكم. هنا بقى زي ما انتم شايفين، بصوا الفراخ متحمره ازاي. ايه رايكم بقى في اكل النهارده؟ لو اكل النهارده عجبكم هستنى اللايك بتاعكم وهستنى الكومنت الحلو. وما تنسوش طبعا زي ما قلت لكم نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. ولو فيديو النهارده عجبكم هستنى رايكم كلكم. باي باي يا حبايب قلبي، قولوا لي.